راكو حابين تيليمينيو الجزائر، راكو حابين تقصيو الجزائر، خيرتوا أسوأ حكم حطيتوه في مباراة الجزائر ونيجيريا. السنغال يا إساسي سيكون حكما لمباراة الخضر ونيجيريا. أنا دوك راني حاب نعرف حاجة، الحكم اللي لقطت ركلة الجزاء تاع المغرب وطنزانيا هذيك الدقيقة الأخرى، اللاعب التنزاني ما صفرش عليها، هذا حكم سيحكم مباراة دور ربع نهائي بين المنتخب الجزائري وأيضا المنتخب النيجيري. حبيت نعرف إذا راكو حابين تخرج الجزائر من كأس إفريقيا، قولوا لنا نرفدوا باجاجنا ونخرجوا ويليكم كأس إفريقيا ولعبوا بكل أريحيتكم، لأنه نشوفوا بأنه إيطو يضع من يريد والإخجع يضع من يريد، والجزائر تفعل ربما المستحيل من أجل أن تتأهل كرويا. لذلك يا إما أن ترفع مستوى هذه القارة الكارثية، يا إما أن ننسحب مباشرة. السنغال يا إساسي من الحكام المعروفين في القارة الإفريقية بعدم بلوغهم بالمستوى المطلوب، إن لم نقل كلام آخر عن هذا الحكم الذي لا يصلح كحكم لا رئيسي ولا في غرفة الفار. لذلك أطرح تساؤل، لماذا تم تعيين هذا الحكم لمباراة الجزائر ونيجيريا؟